هذا البرنامج برعاية بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم سمارت في الملعب. القرعه الثانيه لمسابقه كاس مصر اسفرت عن وقوع سمارت مع جمهوريه شبين بملعبه بشبين. وطبعا الجهاز الفني وعلى راسه المهندس عاطف الخطيب المشرف العام على الكره والكابتن اسامه يوسف المدير الفني للفريق اكدوا ان المشاركه في الكاس مش رفاهيه، ولكن هناك هدف وهو الوصول لابعد مدى في ظل السكواد القوي والامكانيات المتاحه. وكان الفريق قد استهل مشوار الكاس في التمهيد الاول بفوز مستحق على فريق واكندا المحترم بثنائيه نظيفه لمحمد النضجي. كل التوفيق لاداره نادي سمارت ولفريق الكره في مشواره بالدوري والكاس. اسبوع التكدس الكروي وخصوصا لانديه القسم الثالث، تطلع من مباراه في الدوري تصطدم بلقاء في الكاس، تخش على المباراة التالية للدوري يطلع لك قرعة جديدة للكاس. 3 مباريات اتلعبوا في 8 أيام ولسه بنقول يا هادي. بالله عليكم مين يستحمل في الدرجة دي يلعب بضغط مباريات في بداية الموسم ويا دوب العجلة لسه دايرة؟ يعني الدوري تحت التليين. احنا ورانا ايه؟ ما نخلي ما بين كل مباراة وأخرى 5 أيام مثلا، وخصوصا ان الدوري ده بالذات هو دوري ممتاز بيه منتظم كل اسبوع مباراه ومفيش اي ارتباطات اخرى للاقسام الادنى لا دوليه ولا محليه. وهنا ياتي السؤال، يعني ازاي الانديه هتضغط ماتشاتها، وازاي الاعداد البدني والعام والخاص والكلام ده كله يشتغلوا على الانديه وضغط مبارياتهم بالشكل ده هيودي الى اصابات وضرر للاعبين وينعكس كل ده على الفريق بشكل عام. موضوع مهم جدا عايز اتكلم فيه وهو دخول الكاميرات ملاعب المباريات الخاصه بالاقسام الادنى من الدوري الممتاز، يعني من دوري المحترفين القسم الثاني القسم الثالث الرابع. معروف لائحيا وكرويا ان الملاعب ملك للانديه والدوري ملك للانديه، وبالتالي على الانديه مسؤولية تنظيم المباريات بما يتناسب مع اللوائح. يعني انت كنادي حر بما لم تضر. المفروض ان اي تفسير لاي تعليمات تسعى لجان المسابقات لتطبيقها اثناء الموسم المفروض بيقولها ويؤكد عليها اثناء القرعة بداية كل موسم. وحيث انك اغفلت الحديث في الموضوع ده، فالكاميرات او نقل المباريات وبثها من خلال قنوات تلفزيونية او السوشيال ميديا او باي طريقه اخرى يبقى تتحمل مسؤوليته انت كاتحاد الكره مثل الانديه زي الانديه بالظبط. لكن انت تركت الموضوع وسبته اثناء الدوري متعلق وكل مباراه تحصل مشكله في هذا الشأن. يا ساده يا كرام، الدوري ملك الانديه وليس ملك الاتحاد. الاتحاد بياخد نسبته لو في بث مباشر عن طريق رعاه وعن طريق شراء وتسويق الدوري، لكن الدوري من اول الممتاز به قسم ثالث قسم رابع ده ملك للانديه. طالما انت ما حددتش اي تعليمات في هذا الشأن يبقى دع الموضوع للانديه وما يتناسب معها في هذا الموضوع. يعني ايه مراقب مباراه مع حق المنع والمنح لوجود كاميرات في الملعب او حتى خارج الملعب، وتيجي تساله يقول لك عندي تعليمات. طب ايه هي التعليمات؟ طب ورينا التعليمات. مفيش اهو انا عندي تعليمات وخلاص. حتى لدرجه ان في مدير فني قعد موقوف وقعد في البرج، يعني مشوا المصور ومشوا الكاميرا وقعدوا المدير الفني الموقوف في الملعب. يعني حتى تطبيق اللوائح غلط، وهو مدير فني بيحتل مكان الكاميرا اللي كانت موجوده على البرج وهو موقوف. طب ازاي؟ المفروض يقعد في المدرجات او خلف الاسوار.
يعني مش نحل غلط بغلط ونسمح له يقعد بالشكل ده. يعني ايه اكون في النادي بتاعي واقول مفيش تصوير، او حتى انا كنادي او جاي ضيف على نادي تاني، وفي الاخر يقول لك تعليمات، وفي النادي اللي يتحكم. طب ماشي، النادي حقه، وفي الاخر بالتراضي ممكن يذيع او ما يذيعش، او يدخل كاميرا او ما يدخلهاش. لكن انت كمسابقات او اتحاد، خلي الانديه هي اللي تتعامل، وارمي الكره في ملعبهم. اولا التصوير بيساعدك، ويمكن الاخذ بيه والاستعانه بيه من خلال المسابقات والحكام عند الضروره، ويوضح ويبين الحقائق. ما تنسوش ان كل واحد دلوقتي معاه موبايل ممكن يصور بيه. والله بقى انا بشوف ناس بتصور بموبايلات الماتشات، ناس كتير قاعده انت هتمنعهم بقى؟ هتقول بقى ممنوع الموبايلات؟ والموبايلات بتطلع دلوقتي كواليتي كويس جدا. طب ليه ما نعملش نظام واتفاق بدخول الكاميرات اللي هي هتساعدك انت كمسؤول عن المسابقات؟ يعني اهو الصوره مبينه اهو، مدير فني بشتيل قاعد على مكان يعني المكان ده مكان مخصص للكاميرات. فين هي الكاميرات؟ شالوا الكاميرات وحطوا المدير الفني في الملعب. البرج في الملعب يا جماعه. يعني مدير فني المفروض يقعد في مدرج او خلف الاسوار، حتى لو بصيت شويه كده هتلاقي جمهور وحاجات كده. ده مكان بقى المدير الفني الموقوف. فغريبه جدا يعني انت بتحل غلط بغلط. رجاء، كل الرجاء من اتحاد الكره ولجان المسابقات حسم هذا الموضوع وبسرعه، لان في ملاعب بيحصل فيها وملاعب لا، ملاعب عندها تعليمات وملاعب ما عندهاش. يا جماعه وحدوا. ساعه اجراء القرعه مع بدايه كل موسم يجي الاداري يمضي على اللائحه ويمضي على التعليمات اللي انت توضحها. والله العظيم يا جماعه انا بسال الناس في لجان المسابقات في الاتحاد عن الفرقه اللي بتنسحب قبل القرعه على طول. طب غرامتها ايه؟ او جزائها ايه؟ او عقوبتها ايه؟ محدش عارف. هل هينزل درجه رابعه؟ هو مثلا كان بيلعب في تانية هينزل درجه رابعه ولا ينزل درجه ثالثه؟ محدش عارف، محدش عارف. والله مش مكتوب حتى في اللوائح اللي يا جماعه ده دوري اسمه دوري، فعلا دوري المظاليم. احنا عايزين نخرج من منشأة دوري المظاليم بقى والظلمات الى دوري الضوء، ومنه الى الاضواء والشهره. في الحقيقه طبعا لجنه مسابقات القسم الثالث بالذات بمنطقه الجيزه بقياده كابتن سمير جوده وكابتن صالح عبد الحميد مقرر اللجنه، الاثنين بصراحه عاملين شغل كويس قوي، وبيعملوا مجهود كبير قوي في تسيير الامور وتذليل العقبات، وبيتعاملوا بخبره وحنكه. يا ريت والله كل اللجان تبقى كده، ويتعاملوا في المباريات، لان المباريات انت بتقابل موقف وبتعاين المراقب المناسب للمباراه المناسبه في ظل وجود لوائح. والمنع والمنح لابد من يكون بورق مش بالكلام. نتمنى من اتحاد الكره انه يجد او يحدد لائحه تخص هذا الشأن في القريب العاجل باذن الله. دوري القسم الثاني ألف المسمى بدوري المحترفين يشتعل مبكرا جدا، كل النتائج محتمله، كله بيكسب، كله بيتغلب، كله بيتعادل، مفيش توقعات بفوز فريق على الاخر، مفيش حاجه اسمها ملعبي وملعبك، ولا تكهنات بهزيمه فريق، ولا توقعات بفوز فرقه، لا في ترتيب الجدول من فوق ولا ترتيب الجدول من تحت. نتائج الجوله الرابعه اللي تمت هذا الاسبوع الحقيقه طبعا كان في مفاجآت كالعاده يعني ما لا تخلو من المفاجآت. البلديه بيخسر على ملعبه من ابو قير 1-3، طنطا بيخسر على ملعبه من الانتاج 1-2، البترول اول فوز ليه على السكه بيفوز 1-0، المنصوره بيفوز على مسار ده اول فوز تاريخي طبعا 2-0، رايه بيخسر 0-3 يعني من القناه اللي اتغلب منه السنه اللي فاتت في نفس التوقيت 3-0. سبحان الله، يعني بيثأر منه في اقل من سنه. ترسانة بيفوز على الداخليه 1-0، ديروت بيتعادل مع بروكسي 1-1، لافاينا بيفوز على الماليه 2-0، والاتصالات بيتعادل مع اسوان 0-0. 18 هدف حاصله الجوله الرابعه، منها 10 في الشوط الاول و8 في الشوط الثاني، ليصبح الاجمالي 70 هدف، منهم 38 في الشوط الاول و42 في الشوط الثاني. يعني 7 فوز منهم 4 داخل الملعب و3 خارج الملعب، ليصبح الاجمالي 35 او 25 فوز، منهم 13 داخل الارض و12 خارج الملعب. تعادلان احدهما ايجابي والاخر سلبي، يصبح الاجمالي 11 تعادل، منها 7 ايجابي
و4 سلبي. اول فوز للقناه على رايه زي ما قلت، والبترول على السكه، وطنطا على الانتاج، واول تعادل بين الاتصالات واسوان وديروت وبروكسي. السكه ما زال الفريق الوحيد اللي ما سجلش، والكل اهتز شباكه. ابو قير اكثر الفرق تهديفا في الشوط الاول، سجل 5 اهداف في الشوط الاول، والقناه الاكثر في الشوط الثاني برصيد 5. وطنطا اكثر فرق استقبالا للاهداف في الشوط الثاني 5 اهداف. مباراه طنطا مع الانتاج هي الاكثر اثاره، وافضل مدير فني طبعا محمد عطيه للانتاج، وافضل حكم محمود ناصف. يعني هو طبعا يعني المباريات ادارها حكام كتير. لاول مره الجوله دي الرابعه كل اللي حكموا ال9 حكام اول مره يحكموا، يعني مش دي تاني مباراه ليه ولا ثالث مباراه. الهدافين حازم ابو سنه 4 اهداف من القناه، وهدفان لكل من محمد عصام ابو قير، وعلاء شعبان، ومصطفى ضاحي من الانتاج، ومحمد الشامي البلديه، ومحمد شيكا طنطا، وعبد الناصر دي ماريا الداخليه، واحمد عربي واحمد خالد من البترول، وعادل نور من لافينا. دلوقتي هنطلع فاصل ونشوف اهداف دوري المحترفين وكمان دوري الممتاز به اللي كان مثير جدا للدوريين، ونرجع نستقبل ضيوفنا الكرام دكتور محمد عصمت المعد البدني لنادي سمارت، ومحمد عباس الشهير بكوتا لاعب سمارت. فاصل ونواصل، نرجع لكم مره ثانيه. محمد سمير حماصة على الركنية، يلعب على طول، الهدف القاتل عملها الصبتي. على حدود ال 18 وادي تسديده صاروخيه حلوه، الكوره جول وجول 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 وجول، بيلعب الكوره على يمين قريب خطيره في حلق المرمى، وجول وجول وجول، ومصطفى محمد.
المطلع لسه ما زالت الخطوره قائمه وبيزحلق بيدافع بيعمل التصويبه جول وادي التصويبه سليمان ابراهيم سليمان. شوقي انطلاق مع العربي شوقي جول 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 جول. ادي الكوره بولا اوه جول جول يا مازن جول يا مازن جول 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 جول. تاني ادي العرضيه اوه جول جول. 3 اوه امسك يا شيخ هذا السقوط اوه جول. هذا البرنامج برعاية ورجعنا لكم من جديد بعد الفاصل، بعد أهداف دوري المحترفين وأهداف دوري الممتاز به. الحقيقة طبعا دوري ساخن جدا جدا سواء هذا أو ذاك، وكمان دوري القسم الثاني بقى أكثر سخونة، ولسه في انتظار المولود الجديد القسم الرابع إن شاء الله خلال الأيام القادمة، ويكتمل بقى عقد الدوريات كلها بإذن الله. بنرحب بضيوفنا الكرام دكتور محمد عصمت المعد البدني القدير لفريق سمارت. بنرحب بك يا دكتور، بنشكرك على حضورك النهارده معانا على قناه الحدث في برنامج سمارت في الملعب. اهلا بيك. اهلا بك يا دكتور. بنرحب طبعا بصخره الدفاع واحد هداف الفريق محمد عباس الشهير بكوتا. اهلا بك يا بيسو وبنتشرفنا النهارده. اهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن. حبيبي يا كابتن باهي. يا كابتن بيسو. الحقيقه طبعا الدكتور عصمت من الناس اللي هي يعني ما بيعرفش يهزر. شغله ما شاء الله يعني بيبان بره الملعب وجوه الملعب. دكتور عصمت انت كنت فين لحد ما جيت سمارت كده؟ والله انا كنت في نادي الزمالك، وحضرتك انا اصلا بطل مصر وعرب وافريقيا في العاب القوه، معايا اكتر من 150 ميداليه عملتهم جوه مصر وبره مصر. ولما اتجهت حبيت ان انا اتجه للفتنس افضل، لان الماجستير والدكتوراه بتاعتي في الفتنس. تمام. وجيت سمارت عشان اسباب كتير بقى، يعني اهمها ان الدنيا متوفره جدا. ونادي طموح والموضوع في ايده. صعوده ان شاء الله باذن الله سهل، مش صعب ولا حاجه يعني. يا مسهل يا رب. انت ما شاء الله يعني شايفك بتستخدم ادوات برضو قليل قوي لما بشوف. انت عارف انا بتاع ملاعب يعني، راجل ميداني يعني زي ما بيقولوا، وبروح ملاعب كتير وبتفرج على ملاعب كتير وبتفرج على فترات اعداد وبتفرج على البدني في الفرقه. يعني انا شايفك بتستخدم ادوات ما شاء الله يعني. هل ده فكر ولا علم ولا الاثنين مع بعض؟ الاثنين. الاثنين. بص حضرتك، انا ادمجت العاب القوه في الكوره. تمام. فخدت الادوات بتاعه العاب القوه وحطيتها في الكوره. فحضرتك لو لاعبي الكوره
وصل انه يبقى ربع لعيب العاب قوه في الملعب محدش عارف يمسكه. وده اللي احنا شغالين عليه. وفي نفس الوقت في نقطه مهمه جدا جدا، ان احنا شغالين على الجزء ده. ما شاء الله معانا الفيديو في التدريب وحاجات بقى يعني بتاعتك يعني. ايه ده، انتوا الفيديو ده جبتوه منين؟ ايوه ما شاء الله يعني. دي احدث حاجه موجوده في التدريب حضرتك، اللي هو الشغل بالمقاومات. تمام. المقاومات اللي موجوده في ستارت حضرتك دي مش موجوده في افريقيا ما شاء الله، لان دي مبتكره. ولما عملتها رحت المصنع نفسه طلبتها بمواصفات معينه. هي الدكتوراه بتاعتي في الشغل ده. ما شاء الله. تمام. فانا كنت مبتكر ومش مش موجود، يعني مش موجود. هتلاقي انا ممكن اقعد الموسم كله ما ادخلش جيم، بس الحاجات دي معايا. ما شاء الله. بص عامله يعني معذبهم، مش هقول لك بعمل فول ميل. هسال، شوف رابطهم في الصور. استفدت كنت من الموضوع ده كتير والله. كتير والله. ده هو يعني هو تعبني في التمرين بالذات. انا تعبه شويه بالنسبه للتمرين. حاجات اول مره نشوفها، باشمهندس عاطف موفر له حاجات جديده، فجاء على دماغنا احنا بقى والله، تعبنا احنا بقى. قول لي بدايتك برضو فين انت، برضو عشان الساده المشاهدين يعرفوا يعني مسيرتك الكرويه لحد ما وصلت لنادي سمار. انا ناشئين الاسماعيلي لغايه 13 14 سنه. ملكه شوا وسوير، كهرباء اسماعيليه، بالبيس، بني عبيد، بالاس سيتي، سمارت. ما شاء الله. الحمد لله صعدت 5 انديه. ما شاء الله، يعني ده هتخش بقى الموسوعه بقى ان شاء الله. دي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يكون السعود على ايديكم. ان شاء الله باذن الله. الدكتور عيد جهاز الفني بصراحه محترم جدا، كابتن اسامه يوسف وبيسا وحسين وهاني، بصراحه ما شاء الله ناس محترمه جدا. طبعا. سجلت انت اكتر من هدف السنه اللي فاتت، وما شاء الله انت كمان بتقود الفرقه اهو معانا على الفيديو، سواء في الاعداد او في كلمني كده على الهدف اللي انت سجلته ده. كان انت كنت متوقع ان انت تسجله؟ بص يا كابتن، انا مش هضحك عليك. انا قبل كل ماتش بتوقع ان اجيب جون. ما شاء الله. يعني اخر حاجه الماتش اللي فات وعدت كابتن حسين، قلت له هجيب جون واجي لك. والله العظيم. بقى عندي احساس بنسبه 100% الحمد لله من عند ربنا يعني. انت جبت اكتر من جون مؤثر. الموسم اللي فات جايب 3 والموسم دوت 1. انت مسجل في ماتش بشتيل، ماتش طبعا مؤثر جدا، والاجواء مش فارقه معاك بقى. الواحد كان نفسه والله تكمل على خير بالفوز، بس ما حصلش نصيب يعني. يعني الحمد لله. لا ان شاء الله نعوض في القادم ان شاء الله. مشوار طويل. لا لسه بدري، لسه طويل بدري جدا يعني، مش لسه بدري خالص. زي ما قلت لك يا دكتور ان دلوقتي، زمان كان في حاجه اسمها المدير الفني هو اللي بيعمل كل حاجه في الفرقه. دلوقتي بقى في مدرب عام ومدرب مساعد ومخطط احمال ومعد بدني وحاجات كتير كده انت ايه رايك في التقسيمه دي؟ هل فعلا ده مطلوب في اليومين دول، ولا دي مجرد يعني بتسكن الناس في بص يا فندم، اولا موضوع مخطط الاحمال ده في اوروبا ترتيبه انهون فين في الجهاز. تمام. حضرتك ترتيب مخطط الاحمال في الجهاز مش تقليل من بقيه الجهاز. بس هو ترتيبه في الجهاز مدير فني، مخطط احمال، مدرب، مدرب عام، مدرب، وبيتحط بقيه الجهاز. طب مين الراجل ده بيعمل ايه؟ تمام. انا مسؤوليه كامله عن ان الراجل اللعيب يجري من اول دقيقه زي اخر دقيقه في الملعب. مسؤول عن اصاباته انا اللي اتحاسب عليها برضو. تمام. الاصابات العضليه، التمزقات بتاع، لو اللاعب ملتزم واتصاب يبقى الخطا مني. انما لاعب بقى ايه مش ملتزم بره واتصاب، دي بتاعته هو. وانا منبه على اللعيبه لو ما التزمتش معايا هتتصاب. فالموضوع دلوقتي بقى علم جدا. انا ممكن هقول لحضرتك حاجه. انا رئيس النادي كنت انا كلمته في موضوع جهاز كده حديث. الجهاز ده يا فندم بيوريني الحاله الفسيولوجيه بتاعت اللعيبه. حلو. الاجهزه دي كل العالم بيستخدمها دلوقتي مع اختلاف شكلها.
واختلاف امكانياتها شويه. في حاليا 3 اجهزه بيستخدموها. لو انت حضرتك لاحظت ان اللعيب لما بيقلع التيشيرت يبقى لازم فيست والايوه اللي هو جي بي اس الحاجات دي. في جهاز الاجهزه اللي موجوده بره دي بتبقى بتاعت مدير فني بتطلع شغل فني. تمام. وفي اجهزه بتطلع شغل بدني بحت. طب يعني ايه بتطلع شغل بدني بحت؟ بص يا فندم، في الحادث اللي توفى فيه اللاعب في الملعب صح، احمد رفعت هستسمحك تسلط الكاميرا على الجهاز. بالمناسبه احنا الدكتور عصمت معاه جهاز من احدث الاساليب العلميه في الاستخدام دلوقتي في الملاعب. يا ريت تشرحنا في عجاله كده سريعه. بص يا فندم، ده احدث جهاز في علم التدريب في الملعب. تمام. انا جبته سمارت علشان استخدمه الماتش الجاي. كويس. تمام. الجهاز ده بيبين لي حاله اللعيب الفسيولوجيه ما شاء الله اثناء من قبل الماتش واثناء الماتش وبعد الماتش. حلو. اللعيب ده يقدر يكمل الماتش ولا لا؟ اقدر اروح للمدير الفني اقول له الولد ده لازم يطلع دلوقتي حالا. حتى لو هو متالق وشغال في الملعب وكسر الدنيا. انا شايفه من جواه، شايف قلبه شغال ازاي وشايفه رئتينه ازاي، شايفه فسيولوجيا من جواه. الجهاز ده لحضرتك ربنا يرحمه طبعا ويرجع الجنه. واحمد رفعت كان لابسه في الملعب. كان اتلحق قبلها بنص ساعه كده وقالوا ان في خلل عند احمد رفعت. طب احنا بقى انت هنا يعني انت فاجئتنا الحقيقه طبعا بحاجه زي كده. وهنا دعوه لكل الانديه وكل الناس كلها انها تشوف سر هذا الجهاز، لان فعلا موجود جدا في الملاعب. وزي ما بنقول العلم مع الفكر مع التخطيط. الدنيا مختلفه يا فندم، الدنيا مختلفه. العمليه الدنيا مختلفه. انديه العالم كلها دلوقتي بتلعب بيه وبتستخدمه. اكيد. بس في جهاز بيديك النتيجه بعدها بعد الماتش. ايوه. زي الاجهزه الموجوده اللي ما فيش داعي لذكر اسماء يعني عشان ما يبقاش اعلان. تمام. وفي جهاز بيفضل معاك نتائجه ظاهره لك على تابلت زي كده، وانت شايف فرقتك على التابلت. فانت بتقدر تتابع اللعيب بتقدر تتابعه وتعرف حالته الفسيولوجيه اثناء اللعب. أكيد. يكمل ولا ما يكملش. بالظبط. ودي حضرتك انا شغال على الاجهزه دي من سنين طويله. انا قدرت اطلع لعيبه من الملعب كانت داخله في كارثه. ما شاء الله. بتقدر لعيب واقف بيعمل تمرينه خفيفه ونبضه معدي ال 180. معلومه مهمه جدا جدا يا جماعه، والله معلومه جدا وما شاء الله. لازم الجهاز ده فعلا يعمم ولازم الناس كلها تعرف فيه. هرجع لك تاني يا دكتور، بس عايز اروح لكوتا. انت بتلعب سردباك ما شاء الله، وسردباك وبتتوقع وتروح وتهدف. بص دايما فريق الكوره في مثلث كده، المثلث ده لو تم اختراقه يغير مجرى المباراه ومجرى نتائج المباراه، وهو حارس المرمى والاثنين مساكين. انت يعني لغه التفاهم، فهمني عن لغه التفاهم بين هذا الثلاثي، ولو حصل اي خلل او كده وانت بترتاح لمين اكتر وازاي، وطريقه اللعب ايه؟ هي بترجع للاتفاق مع اللعيب قبل الماتش. يعني مثال كوستا الجون. انا عارف يعني كوستا لما بيجي يطلع على الكوره ما بيقولش كوستا. تمام. لا محمد. فانا خدت خلاص مع اللعب الكتير معاه. خدت معاه خلاص. وهي بترجع للاتفاق قبل الماتش. ايوه. في حاجات كده بتحصل احنا متفقين عليها قبل الماتش، فده اللي بيحصل في الماتش. يعني بيبقى متفق عليها. متفق عليها قبل الماتش. انت بترتاح لحد معين او اي سردباك جنبك او يجي؟ ما شاء الله محمود عبد العظيم جه وعندك كمان بدر من الناس المحترمه. في عمر كمان مصاب، ربنا يشفيه ويرجعه بالسلامه يا رب. يعني ارتاح لطريقه لعب. بص في جهاز فني او مدير فني يقول لك ايه، انا هلعب ب3 سردباكات. انت شايف ان ال3 سردباكات فعلا بتقفل الدنيا ولا بتلخبط؟ في ال3 ديت لو واحد فيهم مكسل الدنيا باظت. لو ال3 فايقين الفرقه بنسبه 90% تكسب. ايوه صح. يعني هي كده وكده اهو. 3 لازم ال3 يبقوا فايقين وعارفين المهام بتاعتها 100%. اللي يكسل فيها الدنيا تبوظ. اكيد. ماتشات الكاس زي ما قلنا، في القرعه الثانيه جت بعد القرعه الاولى، وزي ما قلت في الانترو ان المباريات مضغوطه، وخش من السبت تطلع على الثلاث، وخش من الثلاث تخش على الاربع.
الحقيقه طبعا يا جماعه، طبعا معانا طبعا دكتور متخصص قدير في طبعا في الاعداد والتخطيط والاحمال. عايز اقول ان المجموعه الخامسه تكسب المجموعه السادسه في كاس مصر. يعني احنا عندك في المجموعه الخامسه 5 انديه بيلعبوا في الكاس. شباب حلوان اللي هو الفريق الجديد ده اللي هو صاعد هيلاعب الترسانه، تيم اف سي هيلاعب اورنج، موريتش بينا هيلاعب سمارت، الانتاج هيلاعب اطفيح، التامين هيلاعب كرداسه. في المجموعه السادسه مدينه نصر هيروح يلاعب الشرطه، النجوم هيلاعب اليوبلس، الشمس هيلاعب سراي القبه. تعالوا نشوف تقرير مباراه سمارت مع واكاندا ونرجع لكم بعد الفاصل عشان نكمل حلقتنا ان شاء الله. الحمد لله على المكسب. الحمد لله بنلعب فرقه كويسه على ملعبها. قدرنا النهارده نعمل ميكس ما بين الماتش اللي فات والنهارده. جربنا ناس ما كانتش لعيبه الماتش اللي فات. عندنا الاسبوع الجاي ان شاء الله بشتيل 48 ساعه بين الماتشين. فالنهارده الحمد لله قدرنا نكسب بمجهود ما كناش مطلعين كل شغلنا. نحاول ان احنا نوفر شغلنا للماتش الجاي باذن الله، ماتش قوي مع فريق بشتيل، وان شاء الله يبقى الاسبوع الجاي في خير ان شاء الله. الحمد لله بدايه موفقه جدا في الدور التمهيدي الاول من كاس مصر. الحمد لله بنلاعب فريق محترم جدا، فريق منظم. قدرنا ان احنا نطلع من الماتش الحمد لله بمكسب. كسبنا 2-0. تجربه استفدنا منها كتير. طبقنا الشغل الفني للجهاز الفني في الملعب. كان في شغل تكتيك بنشتغل عليه طول الاسبوع. الحمد لله نفذنا 75% منه بفضل الله. في دعم من مجلس الاداره، في اداره قويه مهيئه كل عوامل النجاح للفريق. الحمد لله احنا بناخد ماتش بماتشه. ربنا كرمنا النهارده، شغالين عليه الماتش طول الاسبوع. ربنا كرمنا في ماتش في الدوري، واحنا مركزين في الماتش اللي جاي باذن الله. بنمر ناخد 3 بونت باذن الله، ماتش بشتيل باذن الله. طبعا الف مبروك لفريق السمارت الفوز في ضربه البدايه لكاس مصر، وان شاء الله الفوز في جمهوريه شبين، وبعد كده بقى ربنا يعين الفريق على ضغط المباريات. عايز بس قبل ما ننتقل للجهاز دوت، هل في حاجه بتستخدم مع التيشيرت معاه ولا الحزام ولا كده عشان ننتقل الى حاجه تانية؟ طبعا الجهاز دوت استخدامه اتصاله قمر صناعي، مش وايرلس بيني وبين اللاعب بس. يعني حضرتك ممكن تشوف لاعبتك وانت في البيت، مش وانت في الملعب بس. يعني ممكن لو حضرتك مدرب الاحمال مش في كبير قوي اتابعه خلال الموسم كله. بعدين الجهاز ده حضرتك بيظبط اللعيبه 100%، لانه برضه بيبين لك اللاعب قام من النوم الساعه كام ونام الساعه كام وقام يشرب من الثلاجه الساعه كام. كم نادي بيستخدمه يا دكتور؟ انديه الدرجه الاولى تقريبا للاسف حوالي 3 انديه ما شاء الله، والباقي بيستخدم جهاز تاني. الجهاز التاني بيطلع نتائج مدير فني. أيوة. مش بيطلع نتائج مدرب الاحمال. بيطلع نتائج مدرب الاحمال بس بعد الماتش. ايوه، يعني مثلا هو بيسجل وبعدين بعد الماتش يروح مطلع لك النتائج. طب انا حضرتك اخد النتائج بعد الماتش اعمل بيها ايه؟ ولا حاجه. المفروض عايزها اثناء الماتش، ما ممكن يحصل كارثه
اثناء الماتش هتعمل فيها ولا ايه؟ حاجه ولا حاجه. فالمفروض ان انا اخد الجهاز اللي مش اللي حتى في اوروبا يا فندم، حتى في اوروبا لما تلاقي اللاعب لابس الفيست اللي هو التيشيرت القصير المقصوص ده، هتلاقي الحزام ده تحته. تمام. هو بيستخدم الجهازين بره. هنا في مصر مش بيستخدم جهاز واحد ياخد اللي فوق والنتيجه بعد الماتش. اكيد. او بيلغي الفيست ده ويستخدم التيشيرت الثاني اللي هو القط. ده التيشيرت متصل باجهزته الحيويه تمام. في الجسم. تمام. التيشيرت ده غالي جدا. والخامه بتاعته ما بتضايقش اللعيب في الملعب. بيبقى تيشيرت قط كده. لا وحتى لو غالي هو ما فيش اغلى من عمر البني ادم. بالظبط. الحقيقه طبعا اتلعب الاسبوع ده الجوله الثانيه من دوري القسم الثالث، وكانت برضو المباراه ساخنه وملتهبه. شرقي حلوان حتى مفاجاه الفرقه المجموعه لحد دلوقتي كسب 6 اكتوبر في الدقيقه 95 1-0. الصيد خسر من كايروسبورغ او تعادل مع كايروسبورغ 0-0. بشتيل اتعادل مع سمارت 1-1. ابو النمرس كسب منشيه ناصر 3-0 من هزيمه في الجوله الاولى لفوز كاسح في الجوله الثانيه. كرداسه بيخسر من اسيم 0-2. المعادي وجينيس 0-0. اطفيح بيفوز على اورنج 3-0. حدائق الاهرام ومبابه تعادلوا 1-1. في كده يبقى الترتيب شباب حلوان، وبعد كده بقى بقيه الفرق. ونتمنى طبعا نادي سمارت ان شاء الله تعمل الجوله الجايه باذن الله يرتقي على القمه باذن الله يعني. المجموعه السادسه شباب اليوب مع الجزيره 1-1. وساره القبه الاميريه وايزي سبورت 1-1. وبهتيم واليوبلس 3-0. شباطه مع شبقها 3-2. طيران مع شبين القناطر 1-3. مدينه نصر والمرج 1-0. اسكو البلاستيك 0-0. توخ مع المطريه 2-1. مباراة بشتيل الحقيقة طبعا كانت مهمة جدا، وانت جبت هدف مبكر، وهنشوف معانا على الشاشة كده بعض الانسرتات منها. قول لي انت كنت متفق. كابتن أسامة قال لي قبل المباراة مباشرة، قال لي كلمة السر في المباراة دي هدف مبكر، وفعلا حصل ما شاء الله يعني. قول لي انت كان متفق عليه انك انت تطلع على طول في بداية المباراة ومع الضغط العالي وكده؟ احنا في الماتشات بتاعتنا في الملعب اصلا الملعب كان صغير. فالكابتن اسامه شوف الجمهور ما شاء الله جوه. بص ده جمهور بشتيل اللي كان واقف ورا الجول. وده كان جمهور سمارت في المدرجات. وده بعد طبعا بص هادي المدير الفني قاعد على قاعد في الملعب. وده طبعا يعني ما كانش ما ينفعش كمان يعني. وده طبعا بعد اللقطات من المباراه. وطبعا سمارت اهدر برضه فرص كتير واخرها فرصه يوسف حسن. قلت ان يوسف هيلدع لو جات له واحده يعني. فقول لي هو بيحب الحاجات ديت يوسف. والله هو في الماتشات اللي هي الملاعب الصغيره ديت بيبقى فيه جزء من شغلنا بنعتمد على الكور الطويله. عامه ان احنا في النادي ما بنحبش الكور الطويله، نحب نلعب من ورا من تحت. من تحت بيلد اب على حتى باشمهندس عاطف، كابتن اسامه، كابتن بيسا، كابتن عيسين، طول ما هم واقفين على الخط باص باص باص. ممنوع عندنا اصلا الكره العاليه. تمام. ففي الملاعب الصغيره بقى بيجي عليك وقت لازم تضطر. فكان ربنا يعني كرمنا فيها وقدرنا نسجل منها في اول 5 دقايق. والمباراه اتحولت بعد كده. والله يعني مش الضغط بقى الجماهير والضغط والاجواء والحاجات دي. واجواء بس ده برضو مش حجج. بس يعني مش حجج. بس يعني ممكن احنا قصرنا في حاجه اتعلمنا منها. ان شاء الله ما تحصلش معانا الماتشات الجايه. اكيد. طبعا احنا يعني بنهتم جدا اهداف المباريات، وبنختص طبعا يكاد نكون يعني حصريا احنا بنجمع الاهداف، معظم الاهداف. تعالوا نشوف عرض فيديو لاهداف الدوري القسم الثالث المجموعه الثانيه هذا الاسبوع. نرجع لكم مره ثانيه. السلطان أحمد الفتاة هو ضرب مخالفة ضربة مخالفة الدفاع والعارضة كرة بالساعة
رؤية جميلة هيلعب الركنية حسام طلعها محروس يعني مباريات من هنا وهناك، اغلبها طبعا المجموعه الخمسه القويه. انا يعني دايما اقول المجموعه الخمسه، مجموعه الجيزه هي مجموعه الموت، مجموعه شرسه جدا جدا، اكتر من معلش مع احترامي للقاهره واكتر من المحافظات الثانيه، لان هتلاقي ملاعب برضو مش زي القاهره ومش زي اسكندريه ومش زي بحري دي طبعا اغلب الفرق بتتحدى منافسينهم بملعبهم. دكتور عصمت، انت كنت حاطط في دماغك ان الفرقه في بدايه الموسم هل بيوصلوا لدرجه معينه من الاحمال البدنيه وتكمل بقيه الموسم، ولا انت بتوصل للتوب مع ضربه البدايه؟ لا، ما ينفعش اوصل للتوب مع ضربه البدايه. مستحيل. لو وصلت للتوب مع ضربه البدايه بعد 3 أسابيع بالظبط تقع. عد اصابات، عد بقى تمزقات، وعد اوفر تريننج، وعد حاجات كتير. انما بتوصل مع بدايه الموسم مثلا 70-75%، واثناء الموسم ال 25% بقى المتبقيين دول بتحافظ على ال 75% ويفضلوا معاك يعلوا سنه اثناء الموسم. ايوه. مطوشه بقى ضغط، مطوشه مضغوطه، مطوشه لو انت عامل فتره الاعداد كويسه ومظبوطه وصح، وعندك الريكفري او الاستشفاء المناسب للموضوع ده، ما تخافش من ضغط مطوشه. تمام. حتى لو هتلعب كل 48 ساعه ماتش ما يبقاش عندي اي مشكله بدنيه. زي ما قلت، مفاجاه الموسم هذا يعني الدوري ده هو شباب حلوان، اول مره في حياته يلعب دوري القسم الثالث، فاز مرتين والماتشين جامدين، والفريق الوحيد اللي جايب 12 هدف في ماتشين. راس البر كسب ماتشين جامدين بصراحه، كسب التل الكبير في التل الكبير وفي التل ده انت حافظ بقى. التل الكبير جنب بلدي. ايوه انا اكيد. طب قول لي، هو فرقه التل الكبير ليه ما بتصعدش؟ رغم ان عندهم لعيبه وعندهم ملاعب وعندهم. هو انا مش متابع قوي موضوع التل عشان هو من اسماعيليه وكلام من دوت، بس اللي انا اعرفه ان الامكانيات هناك صعبه. الامكانيات هناك صعبه، بس في لعيبه كويسه، بس اللعيبه اللي هي الفلوس على قد خالص. ايوه. زي ما قلت كسب 7-0 التل الكبير، وكسب شباب الطور 5-0. قول لي ايه النتائج الماتشات اللي فاجئتك، او الفرق اللي فاجئتك في اول اسبوعين في مجموعه الجيزه؟ بتاع ماتش اورنج واطفيح. كمان كان اطفيح مطلوب منها 2 على ما اعتقد، حاجه زي كده. هو واللي انا اعرفه ان اورنج عامله فرقه كويسه، فدي كانت مفاجاه بالنسبه لي. وانا كمان في مفاجاه برضو، يعني جينيس اتعادل ماتشين، رغم جينيس فرقه كويسه قوي جدا، بس هو حظه ان لعب ماتشين جامدين برضو مع اطفيح، وبعدين لعب المعادي، والمعادي كسبان الماتش الاولاني بره ملعبه 3-1، يعني برضو من الفرق. وابو النمرس برضو فرقه كويسه. بص يا كابتن باقي، مجموعه الجيزه مفيش حد فيها ضعيف. ما شاء الله. مفيش حد فيها ضعيف. ده أسيم اللي اتغلب اول ماتش على ملعبه كسب بره 2-0. لا، المجموعه بتاعت الجيزه جامده جدا، مفيش فرقه ضعيف. ممكن النهارده فرقه تخسر 4-5، الاسبوع الجاي تكسب 4-5. طب الكلام ده كواليتي لعيبه ولا ملاعب؟ هي ملاعب بقى، جمهور، ادارات، اجواء، الكلام ده كله. دكتور عصمت، عشان تنجح فكرتك وتنجح خطتك وتنجح شغلك محتاج ايه؟ ولا حاجه. محتاج ايه من الفرقه اللي انت بتشتغل فيها؟ مجلس اداري يسندني بس. تمام. يديني حريه. انت شايف ان نادي سمارت ساندك ولا؟ فوق ما كنتش جيت. تمام. عشان اجيب لك من الاخر، ما كنتش جيت. مع احترامي الشديد للنادي، ايه اللي يوديني ثالثه؟ طب ما انا اتعرض عليا ثانيه واتعرض عليا. انت اسم كبير ما شاء الله يعني. مش هقول اسماء انديه. قلت له لا، انا في سمارت كويس. ليه يا عم؟ ده الفرق المادي. قلت له لا، ما لو فرق مادي انما الناس موفرين لي كل حاجه. وبعدين
حط بقى تحتها خطين ان المدير الفني يديك المساحه، تمام. يبقى يثق فيك ويديك المساحه. تعال دي مهمه جدا جدا لاي فريق. تمام. في الحاله دي اسالني بقى، خد مني فرقه خيل بتجي في الملعب، مفيش اي مشكله عندي. اكيد. الاسبوع ده يا جماعه زي الاسبوع اللي قبله برضه في يعني جدل في اللقطات وفي فيديوهات ومواقف يعني تحكيميه ظهرت بشكل كبير قوي في الملاعب كتير. يا جماعه في ناس بتصرف وفي ناس بتبذل مجهود كبير جدا جدا طوال الموسم، وتيجي على غلطه ممكن الناس تخلص عليها. فانا معانا كده جمعنا شويه حاجات كده الاسبوع ده برضه هنعرضها لكم على الشاشه، ونرجع نتكلم برضه مع ضيوفنا الكرام في هذه اللقطات يعني. يعني انا معاك. كنت بص هوريك شويه حاجات كده في ماتش حلوان. يعني بص الراجل بيلعب ويقطم لجوه، عارف معنى اللي يلعب ويقطم لجوه دي؟ يعني بيعمل فنت، اي لمسه فاول. فبص ضربة جزاء 100%. واكد عليها ناس كتير خبراء. لا هو التحكيم صعب في الدرجه الثالثه. وفي بص اكتر من موقع، انا جايب اكتر من لقطه. دي جون ده ما اعرفش هو الحاجه هو لازم واقف صح، يعني واقف صح واقف صح. بص واقف صح وحسب غلط. ده في قاعده بيقول لك اقف غلط واحكم صح، لكن هو واقف صح وحكم غلط، ودي طبعا دي كانت مشكله. ده برضه هدف في الاميريه امبارح والمساعد لغاه، ومعظم الناس قالوا يعني انها جول. بيضيعوا مجهود فرق. اكيد طبعا الحقيقه طبعا يعني الوقت جري بسرعه جدا، وشرفتونا ونورتونا دكتور. النهارده انت كنت مفاجاه النهارده بصراحه، وان شاء الله باذن الله يعني مصر كلها والعالم كله يعرف دماغك فيها ايه. وبنشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا دكتور عصمت. شكرا كنت الصخره الدفاع. شكرا حبيبي يا كابتن باهر، حبيبي دولي خليك. ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي في هذا التوقيت نلتقي مره ثانيه. دمتم في امان الله.